السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معكم شيري من قناة يوميات شيري وبناتها. وعايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي قوي قوي، بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات الصراحة من قبل رمضان، فوحشتوني قوي قوي، وجايه لكم النهارده فيديو خفيف جدا على قلوبكم ان شاء الله، وبسهل قوي علشان ميبقاش معقد كده اول ما ارجع لكم ايه من جديد. يلا بينا نقول هنعمل ايه. بس قبل ما ابدا معاكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ويوصلكم كل جديد وكل وصفاتي اذا عجبتكم. زي ما انتم شايفين انا معايا فلفل الوان. يا شيري جايبه فلفل الوان؟ جايبه فلفل الوان. ليه؟ لانه رخص يا جماعه. عايزه اقول لكم ان هو سعره حلو جدا في السوق، مناسب لكل واحد. وبصوا عامل ازاي، شكله جميل جدا. وعايزه اقول لكم انه كان ب60 جنيه في رمضان وبعد رمضان، والحمد لله رخيص خالص. مش عايزه اقول لكم سعره كام لانه بيختلف من منطقه لمنطقه، خلي بالكم. فهقول لكم بسعر وتيجوا تلاقوه في سعر تاني، مش عايزه اقول لكم. انا بفرزه ازاي. بصوا انا مفرزه قبل كده حبه، بصوا ناشف ازاي ومتلج. مفرزاه قبل كده احمر واخضر وكده، وشيلته في الفريزر وبطلعه وقت الحاجه، بس مش بطلعه قبلها عشان يفك. اوعي تطلعيه يفك قبلها. لازم يكون متجمد، علشان مش هيبقى احلى حاجه لو فك منك. هتلاقيه كده بقى ميه كده وعامل زي الشوربه كده، مش حلو خالص. فانت هتقطعيه على الاكل اللي انت عايزاه وهو متجمد كده زي ما هو كده. شايفينه عامل ازاي؟ وعلى فكره فرزت كمان الحار زي ما وريت لكم من شويه كده، برضو بتقدري تفرزيه عادي جدا. يلا بينا بقى نقول هنعمل ايه. هو طريقته سهلة جدا، مفيش أي افتكاسة فيه ولا أي فكرة مذهلة يعني ولا حاجة، ولكن هو بتحتاجيه في وقت معين بيبقى غالي أو مش موجود أو مش قادرة تجيبيه، فبتتفرزيه. دي الفكرة، بس مش أكتر. إن انت تشيليه متفرز جاهز تطلعيه لأي أكلات بقى، لأي طواجن، أي حاجة. شوربة، أي حاجة بتحطيه فيها، طبعا جلاش، أي حاجة. يلا بقى هنجيب نقطعه كده. بص أنا هقطعه بكذا تقطيعة وانت ليكي مطلق الحرية. هقطعه شرايح طولية علشان يعني ينفع في اي حاجة، او زي ما انتوا شايفينها كده. بنضف طبعا اللي حواليها إن كان بذر او اي حاجة، بشيلها بهذا الشكل كده. تمام كده. وبعد كده وحتى لو في برضو الحتة الخضرا دي بتشيليها برضو اهي زي ما انا بشيلها كده. وبعد كده بنجيبها بقى ونقطعها كده شرايح طولية كده بالطول اهو. انا بقطعها كبير علشان اتحكم فيها لما اجي اطلعها واحطها في اي اكله. مش تقطيعه معينه، انت بعد كده تحكمي بقى وقطعيها زي ما انت عايزه. بس هو مجرد ان انت بتفرزيه على قطع كبيره كده. وممكن كمان نعمل على فكره مكعبات، وممكن نعمل حلقات علشان لو لصينيه ولا حاجه. فبراحتك خالص، هو مكعبات برضو اهو. بصوا قطعته مكعبات زي كده، ممكن تصغري عن كده، ممكن تكبري براحتك خالص. التقطيعه دي في ايدك انت. وادي الطول اهوت. وكمان هنعمل حلقات بهذا الشكل اهو. اهو حلقات بالشكل ده. تمام كده اهو. بس كده. وبرضه هو زي ما قلت لك الفلفل الحار برضه ممكن تفرزيه تخليه زي ما هو كده، وتقطعيه حلقات برضه براحتك خالص. خليه صحيح احلى عشان تقطعيه ساعة الاكل بالطريقة اللي انت عايزاها بقى. هروح بقى اقطع كله واظبط الفلفل كله بالتقطيعه اللي انا عايزاها واللي هتريحك طبعا. وهرجع لكم اوريكم عملنا ايه وهنشيله ازاي. طبعا الفلفل دلوقتي حلو جدا على فكره زي ما انتم شايفينه كده. وزي ما قلت لكم سعره حلو قوي. فاسرعي بسرعه وجيبيه لانه بيغلى بسرعه، يعني هو بيغلى بسرعه ما بيقعدش كتير رخيص. تمام كده. وتفريزه سهل قوي، مفيهوش اي افتكاسه خالص. يعني زي ما قلت لكم سهل قوي. بتشيليه في اكياس، بتشيليه في اطباق اللي هي الفل ديت زي ما انت حابه. تمام. ممكن كمان على فكره تخليه سوري مش تخليه تحشيه كمان. سعره حلو والله على فكره جدا. فتقدري كمان في المحشي بيبقى حلو قوي قوي.
ومفيد جدا، الاوميجا 3 فيه عالي قوي، فمفيد قوي ومغذي جدا. طبعا كل اكلاتي بيبقى معظمها بالفلفل الالوان زي ما انتم عارفين، لو انتم متابعيني هتعرفوا. وخلاص قطعت كل الكميه. يلا بقى نفرزها ونحطها في الاكياس زي ما قلت لكم، او في اطباق زي ما انت حابه. طبعا انا سبت كده كام فلفلايه كده صحاح، مش هفرزهم، هخليهم في التلاجة من تحت عشان لو هطبخ بيهم او هعمل بيهم حاجه يبقوا فريش كده. تمام. وعايزه بقى اقول لكم حاجه، بصوا عارفين القمع ده اللي بيبقى في الفلفلايه دي اللي بتبقى، انا قطعت منها، بصي كل الكميه اللي في الطبق الفل ده اللي انتوا شايفينه انا اخدته من القمع ده. ترميش حاجه النهارده خالص. بصي قطعت كله وعمل لي طبق حلو كده محترم، ينفع في اكله على فكره او اكلتين كمان. تمام. فما ترموهوش خساره. بصي طلع لي قد ايه من الفلفل. يلا بقى نشيل الكلام الجميل دوت في اكياس بقى، عشان ايه نشيله في الفريزر. هعمل كيس احمر، فلفل احمر يعني، واطلع منه الهواء كده كويس. واعمل واحد اصفر برضو. عايزه تحطيهم على بعض حطيهم، انا مفرزه قبل كده كنت حاطه كله على بعضه، احمر واخضر وكله. عايزه تخلي دوت اللون دوت لوحده واللون ده لوحده، مفيش مشكله. تمام اهو. احط الحلقات برضو معاه وكله تمام. عايزه تخلي الحلقات لوحدها والمكعبات لوحدها برضو براحتك خالص، مفيش اي مشكله. تمام كده. بس خلاص كده. وطبعا برضو هجيب برضو الطبق الفل ده، ممكن تشيليه بنفس الطبق بقى، وزي ما قلت لكم سايبه 3 كده صحاحه همت في التلاجة من تحت، هشيلهم عشان لو ايه حبيت اعمل اكل بيه. ونجيب كيس كمان كده واشيل فيه بقى الطبق اللي هو متقطع فيه مكعبات ده برضو. عملتي مثلا طاجن من التورلي تحطي فيه، عملتي اي طاجن حطيتيه في الفرن مثلا هتحطي فيه المكعبات اللي قطعتيها دي، حلوه كتير قوي اهو. بس تخرجي الهوا كده كويس وخلاص. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، خفيف وبسيط، مفيهوش اي افتكاسه زي ما قلت لكم ولا اي افكار، غير انك تفرزيه في الوقت اللي ايه اللي هو رخيص فيه دلوقتي، عشان ايه لو كمان مش قادره تنزلي تجيبيه يبقى جاهز عندك. تمام كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. بحبكم في الله، ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. بتوحشوني جدا من الفيديو للفيديو، وان شاء الله باذن الله نتقابل على فيديو جديد ووصفه جديده. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة